زي النهارده في 9 رمضان حصل ايه؟ تعال اقول. في التاسع من شهر رمضان عام 93 هجرية الموافق 18 يونيو عام 712 ميلادية، قام القائد المسلم موسى ابن نصير بحملة لاستكمال غزو الأندلس، وتم فتح إشبيلية وطلي طلة. وفي 9 رمضان في 212 هجرية الموافق 1 ديسمبر عام 827 ميلادية تم فتح جزيرة صقلية على يد زياد بن الأغلب، ونزول المسلمون على شواطئ الجزيرة لينشروا الإسلام فيها. وفي عام 259 هجرية في الموافق 837 ميلادية تمكن قائد جيش الخليفة العباسي المعتصم ابن هارون الرشيد من دخول مدينة باب الخرمي بعد قتال متواصل استمر سنتين. وكانت بداية باب الخرمي عام 201 هجرية في عهد الخليفة العباسي المأمون، ومن مبادئه الأساسية هو وأنصاره تحويل الملك من العرب المسلمين إلى الفرس والمجوس، ورفضوا جميع الفروض الدينية كالصوم والصلاة والحج والزكاة. معركة الزلاقة في 9 رمضان عام 479 هجرية الموافق 17 ديسمبر عام 1086 ميلادية انتصر يوسف ابن تشفين قائد جيوش المرابطين على الفرنجة بقيادة ألفونس السادس في معركة الزلاقة، وقد نجا ألفونس مع 9 فقط من أفراد جيشه. هزيمة السلطان محمد البابر والشاه إسماعيل الصوفي. السلطان ظهير الدين محمد بابر سلطان دولة المغول، وهو من أصل تركي وابن الحفيد تيمور الأعرج، استطاع أن يقيم سلطنة قوية في الهند ووسعها وسيطر على أفغانستان. وفي 9 من شهر رمضان المبارك عام 923 هجرية السلطان العثماني سليم ينطلق إلى غزة قادما من مصر بعد أن قام باحتلالها والقضاء على دولة المماليك في مصر. وعند وصوله إلى غزة منح السلطان سليم السيد جان حكم ولايات صفد والقدس وغزة ونابلس. وفي 9 من شهر رمضان المبارك عام 1326 هجرية بلغاريا تعلن انفصالها عن الدولة العثمانية وتعلن قيام نظام الحكم الملكي فيها من جانب واحد. وقد وافقت الدولة العثمانية على هذا الاستقلال في إبريل عام 1909 مقابل حصولها على 5 ملايين ليرة ذهبية. بس كده، ده برنامج حدث تاريخي حصل في رمضان. ما تنساش تعمل لايك وفولو وتكتب لي رأيك في كومنت. سلام.